لا يأس مع الحياة ولا حياة مع اليأس. هذه المقولة تتجسد تماما في قصة حياة الملياردير الصيني جاك ما، صاحب شركة علي بابا الصينية للتجارة الإلكترونية وصاحب الموقع الإلكتروني التجاري تاو باو، حيث أصبحت قصة حياته تمثل مصدر إلهام لملايين من الشباب حول العالم. فمن الفقر الشديد والفشل في 30 وظيفة إلى أغنى رجال العالم. فما هي قصة جاك ما الفاشل الذي لا يستسلم؟ وكيف وصل لهذه المكانة العالمية؟ ولماذا صدم العالم وقدم استقالته؟ شركة علي بابا هي عملاق الصين الذي يعد الشركة رقم 11 في ترتيب الأقوى في العالم في مجال التكنولوجيا، والتي وراءها حكاية كبيرة وقرارات مصيرية كسرت الكثير من القواعد في السوق، وحققت أرقاما قياسية لم تتمكن أي شركة من كسرها حتى الآن. ليس هذا كل شيء، فإن كنت تظن أن شركة علي بابا هي فقط عملاق في التجارة الإلكترونية فأنت مخطئ. فهذه الشركة لها استثمارات وأذرع في العديد من المجالات. ففي سن 50 بلغت ثروة مؤسس ورئيس شركة علي بابا 21 مليار دولار وفقا لمؤشر بلومبيرغ للمليارديرات. هذا الشخص هو مثال على العقلية الناجحة التي لا تستسلم. فلك أن تعلم أن الامتحانات الجامعية في الصين تقام مرة واحدة في العام، وجاك ما الذي كان لا يملك الكثير من الموارد خاض هذه الامتحانات 4 مرات متتالية حتى يحصل على شهادته الجامعية في اللغة الإنجليزية. بعدما تخرج جاك ما من الجامعة قام بالتقديم على أكثر من 30 وظيفة، ولكنه لم يستطع الفوز بأي منها. من ضمن هذه الوظائف كانت فرصة عمل في سلسلة محلات KFC العالمية، والتي قدم معه عليها 23 شخصا كلهم تم قبولهم للعمل إلا هو. حاول جاك التقديم على دراسة إدارة الأعمال في جامعة هارفارد العالمية، والذي لم يتم قبوله فيها على الرغم أنه حاول ل10 مرات. كل هذا حدث مع جاك ما على الرغم من مثابرته واجتهاده منذ صغره، فلقد كان محبا للإنجليزية ويريد تعلمها بشدة، ولم توجد وقتها في الصين المصادر الكافية لإتقانها. على الرغم من هذا لم يستسلم، فقد كان يركب دراجته البسيطة ليقطع مسافة كبيرة لكي يصل إلى فندق هانغزو انترناشونال حتى يتحدث مع النزلاء الأجانب هناك. كان يعرض عليهم أن يكون مرشدا سياحيا لهم في المدينة بالمجان مقابل مساعدته في التحدث والتدرب على اللغة الإنجليزية. بعد محاولاته البائسة، أخيرا حصل جاك على وظيفته كمدرس للغة الإنجليزية في جامعة هانغزو ديانزي يونيفرسيتي براتب 12 دولار فقط في الشهر. جاك ما كان طموحا، وكان يعلم أنه يستطيع أن يكون أكثر من مجرد مدرس للغة الإنجليزية. في عام 1995 عندما أراه أحد طلابه هذا الشيء الذي يسمى الإنترنت، بدأت تلمع في ذهنه الأفكار. أثناء بحثه وجد جاك ما أن هناك الكثير من القصور من جانب الصين في استغلال الإنترنت، ولأنه مدرس للغة الإنجليزية ويعلم أهميتها، قام بتأسيس شركة لتقديم خدمات الترجمة من الإنجليزية إلى الصينية والعكس عبر الإنترنت. لكن الصين وقتها لم تكن بدأت في مرحلة الانفتاح على العالم، ولهذا لم يكلل هذا المشروع بالنجاح، لكنه جاك ما الفاشل الذي لا يستسلم. بعد ذلك أسس جاك ما شركة اسمها تشاينا بيجز، وهي شركة تعتمد على نفس فكرة شركة يلو بيجز الشهيرة، والتي تعمل كدليل الشركات ومقدمي الخدمات، والتي كانت لها مكانة كبيرة في أمريكا. الهدف من تشاينا بيجز كانت محاولة بناء جسر من التواصل بين الشركات الصينية وبعضها، وأيضا مع السوق الخارجي. لكن هذا المشروع أيضا لم يحقق النجاح. بعد سنوات من المحاولة والبحث، وفي عام 1999 عندما كان جاك ما يبحث عن الفرص من خلال الإنترنت، وجد جاك أن الفرصة في التجارة، بحيث يمكن البائعين والتجار الصينيين من الحصول على عمليات الشراء مباشرة وليس فقط مجرد تواصل. فقال: هذا هو السر، هذا هو طريق النجاح. وبعدها بأيام جمع جاك ما 17 شخصا من أصدقائه وتلاميذه في منزله ليشرح لهم فكرة الشركة التي أطلق عليها بعد ذلك
علي بابا دوت كوم. جاك ما كان مولعا بقصص الأدب بحكم دراسته للإنجليزية، وفي أحد المرات أثناء احتساء القهوة تذكر عبارة Open Sesame والتي تعني افتح يا سمسم في قصة علي بابا والأربعين حرامي الشهيرة، وهذا كان سبب تسمية الشركة بهذا الاسم. شركة علي بابا مرت بالعديد من الأوقات التي ساهمت في تحديد شكلها الذي نعرفه حاليا. هذه الأوقات كانت جزءا منها عبارة عن محن، وكان على الشركة اجتيازها لتحقيق النجاح. عندما جمع جاك ما 17 شخصا لأول مرة وشرح لهم فكرته، قال لهم كلمة كانت هي حجر الأساس التي قامت عليها الشركة، وهي سنعاني لسنوات حتى نحقق النجاح، وكلما عانينا أكثر كلما نجحنا أكثر. هذا الخطاب هو الذي جعل فريق عمل شركة علي بابا يعمل لشهور بدون أي أرباح لكي يؤسس للموقع ويجمع بيانات العملاء ويخاطب المستوردين من كل مكان، خصوصا في أمريكا. بسبب هذا الإصرار وصعود أسهم الشركات التي تعتمد على الإنترنت في ذلك الوقت، والفرص التي كانت تتولد كل يوم في العالم، ورغبة المستثمرين في استغلال هذه الفرصة، حصلت علي بابا على تمويل بقيمة 25 مليون دولار من عدة مستثمرين مثل مجموعة جولدن مان ساتشز الاستثمارية الشهيرة. لكن كانت المفاجأة هي أزمة الكساد العالمية، والتي عرفت بعدها باسم The Dot-Com Bubble، والتي استمرت إلى عام 2004. هذه الأزمة كانت سبب تراجع الكثير من المستثمرين عن العمل مع الشركات التي تعتمد على الإنترنت، ظنا منهم أن الإنترنت محض فقاعة، وهذا سبب تسمية الأزمة بذلك الاسم. يكفيك أن تعرف أن شركات كبيرة في العديد من المجالات، خصوصا في التجارة الإلكترونية، قد أعلنت إفلاسها، وأخرى خسرت الكثير من قيمتها، مثل شركة سيسكو العملاقة التي هبطت أسهمها في السوق بمقدار 86%. هذه الأزمة كادت تقضي على رحلة جاك ما مع شركته الجديدة علي بابا، لكنه استطاع هو وفريق عمله الصمود واستخدام كل ما يملكونه من موارد وأفكار حتى تظل الشركة باقية. شركة اي باي العملاقة كانت على علم بالسوق الصيني وأنه فرصة لتحقيق أرباح ممتازة، لهذا قامت بشراء حصة كبيرة في شركة إكنات في عام 2003. لم تتوقف اي باي عند هذا الحد، فلقد قامت بعدها بالاستحواذ على الشركة بشكل كامل مقابل 150 مليون دولار تقريبا حتى تتحكم بنفسها في السوق. هنا توقع الكثير من المستثمرين فشل جاك ما، ولكن ما لم يتوقعوا أن تتخذ شركة علي بابا الخطوات التالية. قدمت شركة علي بابا الكثير من التسهيلات لأصحاب الشركات والمصنعين الصينيين في الشحن مع تقديم خدمة عملاء مميزة. قامت الشركة بتقليل الأرباح الخاصة بها بأكبر قدر ممكن، وهذا على عكس شركة اي باي التي كانت تريد تحقيق عائد على استثمارها. قامت علي بابا بتأسيس منصة تاو باو، والتي تسمح للناس وأصحاب البضائع للتجارة مع العملاء بشكل مباشر بنفس طريقة اي باي في أمريكا. قامت بتأسيس شركة آلي باي لخدمات تحويل الأموال عن طريق الهاتف، وذلك حتى تسهل على التجار والعملاء الدفع واستلام الأرباح. كل هذا أدى إلى هزيمة شركة اي باي في الصين هزيمة ساحقة، والتي أعلنت إغلاق موقعها في الصين في أواخر عام 2006، والذي كان بمثابة إعلان عن مولد عملاق كبير اسمه علي بابا. جاك ما له مقولة رائعة في هذه الفترة كان يقولها للموظفين: شركة اي باي هي قرش في المحيط، ونحن تمساح في النهر. إن حاربنا في المحيط سنخسر، أما إن حاربنا في النهر فإننا سنفوز. هذا هو سبب الانتصار، فهو ركز على السوق الخاص به وبعملائه الأهم وهم الصينيون، وتنازل عن الأرباح لفترات طويلة، لكنه امتلك السوق بعدها. هدف جاك منذ تأسيس الشركة كان تحويل علي بابا من شركة خاصة إلى شركة مساهمة حتى يحصل على رأس مال أكبر وتزداد قيمة الشركة في السوق، وبالتالي تزداد استثماراتها. هذا ما حدث في 18 من سبتمبر 2012 عندما طرحت الشركة في بورصة مدينة نيويورك، والتي وصلت قيمتها خلال 4 أيام من التداول إلى 25 مليار دولار. هذا الطرح هو الأعلى في التاريخ الاقتصادي إلى يومنا هذا، متفوقا على شركات كبيرة مثل فيزا وفيسبوك. شركات علي بابا. علي إكسبرس هي المتجر العملاق المشهور لشراء المنتجات من الصين. تاو باو
هو عملاق التجارة المحلية في الصين. علي باي هي الشركة الرائدة في مجال تحويل الأموال عن طريق الهاتف والإنترنت، والتي تنافس الشركات العملاقة مثل ويسترن يونيون وباي بال. علي بابا كلاود تم تأسيسها في أواخر 2009 لتأمين منصات التجارة الإلكترونية الخاصة بها وتقديم الحلول للشركات والمؤسسات. هذه الشركة يتنبأ لها الكثير من المحللين أنها ستكون منافسا قويا لشركة أمازون، والتي تسيطر على السوق حاليا وتعد المصدر الأساسي لقوة شركة أمازون الكبيرة ومصدر دخلها الرئيسي. ليس هذا فحسب، فهناك العديد من الشركات التي تمتلكها شركة علي بابا أو تستثمر فيها مبالغ كبيرة، والتي تعمل في مختلف المجالات التي يمكن أن تخطر على بالك. جاك ما قرر التنازل عن منصبه في إدارة الشركة على الرغم أنه ما زال في عمر 55، هو نفس عمر جيف بيزوس مؤسس شركة أمازون العملاقة ورئيسها التنفيذي. برر جاك هذا القرار بأن القيادة حاليا يجب أن تكون شابة، فهو يؤمن أن الشباب هم وقود المستقبل، فهم أسرع في التفكير وأجرأ على اتخاذ القرارات مع دعم أصحاب الخبرة لهم. كما قال في أحد المقابلات: أنا لا أريد أن أكون مثل وارن بافيت رابع أغنى شخص في العالم الذي ما زال يعمل ويستثمر وهو يقترب من سن 90، فأنا أرغب أن يكون لي بصمة بطريقتي الخاصة. جاك ما يقوم حاليا بالكثير من المبادرات والمنح للشركات الناشئة في الصين وإفريقيا، كما أنه يتبرع بشكل دوري للمؤسسات التعليمية، فهو يعتبر نفسه ما زال مدرسا. الصبر والمثابرة والتخطيط الجيد والتعاون بين الموظفين جعلهم جزءا من شركة هم أهم عوامل النجاح بها، فما لا تعلمه أن نجاح علي بابا صنع أكثر من 10 مليارديرات غير جاك ما نفسه. كانت هذه بعض الدروس المستفادة من قصة نجاح جاك ما الفاشل، الذي أصبح من أنجح الشخصيات في التاريخ الحديث في مجال ريادة الأعمال.